فيلمنا النهاردة واحد من أجمل أعمال الرائعة ساندرا بولوك، واللي بيكون اسمها روث، واللي بنشوفها في أول الفيلم بتخلص إجراءات خروجها من السجن وبتستلم متعلقاتها الشخصية، وبيكون الضابط كروس ماشي جنبها وهي خارجة وبيعرفها كل التعليمات. بنعرف إن روث كان محكوم عليها بالسجن لمدة 20 سنة، وده لأنها قتلت ضابط شرطة، وإنها هتخرج قبل مدتها ما تخلص لأنها ما عملتش أي مشاكل في السجن وقدمت أكتر من التماس. وبياخدها الضابط معاه في العربية وبيعرفها إن في قواعد مهمة لازم تلتزم بيها، وإنها هتفضل تحت المراقبة لفترة طويلة، وبيديها مجموعة من التعليمات، وهي إنها ما تقربش لأي حد من قرايب الضحية، ولا تتعامل مع أي حد ليه ملف إجرامي، ولا تقرب من أي مخدرات أو حاجات تخلي عقلها مش فيها. وروث بتكون سامعاه لكن ما بتردش عليه نهائي، وبعد ما بيخلص كلامه بيديها كارت لصاحب مصنع أسماك، وبيقول لها إنه بيشغل الأشخاص اللي خارجين من السجن، وبيوصلها الضابط بعدها لبيت الرعاية، ودي حاجة زي الإصلاحية كده لكن للمجرمين اللي خرجوا من السجن وما عندهمش مكان يروحوا ليه بعد خروجهم في الفترة اللي هم فيها تحت المراقبة. وبنشوف شخص في عربيته بيراقب روث من بعيد من ساعة ما خرجت من السجن لحد ما وصلت بيت الرعاية. وبعد ما بتدخل روث دار الرعاية بتقابلها مسؤولة الدار وبتاخدها وتدخلها أوضتها، وبتكتشف إنها هتتقاسم في الأوضة مع 3 تانيين هما كمان في نفس ظروفها. وبتدخل روث وبتبدأ تحط حاجتها على السرير، وفي نفس الوقت ده بيكون في بنت سايقة عربيتها وبتنام وهي سايقة، فبتعمل حادثة وبتروح المستشفى. وبيجي باباها ومامتها واختها الصغيرة وبيقعدوا جنبها لحد ما بيطمنوا عليها، وبعدها مامتها بتخرج وبيكون باين عليها انها قلقانة، وجوزها بيتكلم معاها وبيسألها انتي قلقانة ليه، فبترد عليه انها خايفة تكون كاترين عرفت ان روث خرجت من السجن. وهنا بقى بنفهم ان كاترين دي تبقى بنت العيلة بالتبني، واخدوها بعد ما روث دخلت السجن، وروث تبقى اختها الحقيقية. لكن جوزها بيطمنها ان مستحيل تكون كاترين عرفت اي حاجة. وفي نفس الوقت بيكون في شاب اسمه كاس رايح لاخوه ستيف الشغل بتاعه وهو متعصب جدا، وكاس بيكون هو نفسه الشاب اللي كان بيراقب روث والضابط موديها لدار الرعاية. وبنفهم ان كاس يبقى ابن الضابط اللي روث قتلته، ورايح لاخوه ستيف عشان يعرفه انها خرجت من السجن وانهم عاوزين ينتقموا منها. لكن ستيف بيفهم كاس اخوه ان الشرطة خدت حقهم مرة، فمش طبيعي انهم يفضلوا وراها علشان يقتلوها، فبيتعصب كاس من اخوه بيسيبه وبيمشي. وروث بتكون راحت تشتغل في مصنع الاسماك، وبتبدأ انها تتعلم الشغل، وبتتعرف روث على زمايلها وبيكون منهم واحد اسمه بليك. وبتخلص روث اليوم، لكن وهي ماشية بليك بيعرض عليها انه يوصلها، لكن هي بترفض اي كلام بينهم. وبتروح روث لمكتبة فيها انترنت وبتفضل تسرش على الاسم بتاع اختها وبتدور في سجلات التبني او اي حاجة تقدر توصلها بيها، لكن في الاخر ما بتقدرش تعرف اي حاجة. وهي بتسرش بتشوف كل الاخبار اللي كانت بتتكلم عنها، وبتعرف ان البيت بتاعهم متباع بعد ما حصلت فيه جريمة القتل، فبتتضايق وبتقوم بتروح عند بيتها القديم وبتفضل واقفة بتبص عليه من بعيد، وبتشوف ان شكل البيت اتغير جدا، وده لان في عيلة تانية اشترته. وبتشوفها ست من جوه البيت وبتنده لجوزها وبتقوله ان في واحدة غريبة واقفة بتبص على البيت بتاعنا. وبنرجع فلاش باك لاخر يوم كانت روث فيه في البيت ده، وبنعرف ان هما كانوا عيلة ميسورة الحال لحد ما باباها حصلت له مشكلة في شغله وخسر كل فلوسه والديون اتراكمت عليه وحاول انه ينتحر. وروث ما كانتش عارفة تعمل حاجة هي واختها، والشرطة بتصمم انهم يسيبوا البيت، لكن هي بتكون خايفة فبتهدد الضابط انها هتضرب عليه نار. وفجأة وبدون اي مقدمات الضابط بيكون هيدخل البيت فبتضرب عليه طلقة وبيموت، وعشان كده بتدخل السجن. وبيجي صاحب البيت حاليا اللي بيكون اسمه السيد جوي، وبيستغرب انها عمالة تبص للبيت قوي، وبيسألها هي ليه بتبص للبيت كده، فبتعرفه انها كانت من ضمن الناس اللي عملت تصليحات في البيت، وبتقوله على كذا حاجة كانت في البيت هي اللي عاملاها. وبيعزم عليها السيد جوي تدخل البيت وبيعرفها على مراته، وفعلا بتدخل روث معاه وبتفضل تبص للبيت، وبيكون جواه حنين لكل مكان فيه لحد ما صاحب البيت بياخد باله وبيسألها إذا كانت تعرف أصحاب البيت اللي كانوا ساكنين قبلهم، لكن هي بتقوله إنها ما تعرفش أي حاجة، هي بس اشتغلت في تصليحه. وبتخرج عشان تمشي، لكن السيد جوي بيصمم إنه يوصلها، وهما ماشيين بيقول لها إنه عارف إنها بتكذب لأن اللي صلح البيت قبل ما هما ياخدوه كانت شركة ديكورات ما بتشغلش معاها الستات. وهي بتقوله إنها فعلا كذبت عليه، وإنها كانت عايشة في البيت ده قبل كده، وإنها كانت هنا عشان خاطر تشوف لو في أي حاجة تقدر توصلها لمكان أختها. فالسيد جوي بيديها الكارت بتاعه وبيعرفها إنه محامي ويقدر يساعدها، فبتشكره روث وبتمشي. وبتكون كاترين قاعدة في البيت وأختها بالتبني قاعدة بتتكلم معاها، وكاترين بتقول لها إنها لسه بتحلم الأحلام الغريبة
الغريبة اللي بتحلم بيها قبل كده، وإنها بتشوف واحدة في الحلم حاسة إنها بتحبها بس مش عارفة هي مين. وهنا بنفهم إن روث اتقبض عليها وكاترين كانت لسه صغيرة، وإن بعدها حصل لها صدمة ونسيت كل حاجة. وبتعرض عليها أختها إنهم ممكن يروحوا الملجأ عشان يعرفوا إن كان ليها أهل حقيقيين أو لأ، بس كاترين بترفض وبتقول إنها مش عايزة ترجع تفكر في أي حاجة تضايقها، وإنها بتعتبرهم هم عائلتها. وروث بتكون بتدور على شغل تاني وبتلاقي مكان فيه ورشة للخشب، فبتدخل وبتطلب منهم شغل، لكن بيعرفوها ان الشغل هنا مرتباته ضعيفة جدا جدا، لكن برضه هي بتوافق وبتشتغل معاهم. وبيجي وقت المراقبة بتاعتها، فالظابط كروس بيجي لها مصنع الخشب وبتعرفه انها اشتغلت في وظيفتين وانها ما بقاش عندها وقت تفكر في اي حاجة وانها مبسوطة كده، لكن هو بيطلب منها انها تقول لصاحب الشغل الجديد انها كانت مسجونة وانها ما ينفعش تشتغل في اي مكان من غير ما تعرف كل اللي موجودين فيه كل حاجة عنها، وده علشان ما يحصلهاش مشكلة. وبيسيبها الظابط وبيمشي، وبتفضل روث على الحال ده طول الوقت بتشتغل وبس. وتاني يوم وهي طالعة من المصنع، زميلها بليك بيعرض عليها مرة تانية انه يوصلها، وبيفضل يتحايل عليها لحد ما بتوافق، وبيوصلها لحد مكان الشغل التاني بتاعها وبيسيبها وبيمشي. بس بعدها بتحس روث بحركة غريبة في المكان، وبتفكر ان في حد جاي يسرق المكان، لكن بتتخض لما بتلاقيه بليك جاي وجايب لها اكل ولبس علشان الجاكيت بتاعها اتقطع، فروث بتشكره. وبتفضل روث طول الوقت تتصل بالسيد جون عشان تعرف هو عمل ايه في موضوع اختها، لكن هو ما بيردش عليها، فبتروح له لحد المكتب بتاعه وبتسأله هو ليه ما بيردش على تليفوناتها، فبيقول لها انه عارف انها اتسجنت قبل كده في قضية قتل ظابط. فروث بتعيط وبتطلب منه انه بس يساعدها انها توصل لاختها وتشوفها، وانها مش عايزة حاجة اكتر من كده، فبتصعب عليه وبيقرر انه يساعدها. وفي نفس الوقت بيكون في عمال واقفين قدام بيت السيد جون، فبتخرج مراته وبتسألهم عن روث، وبيعرفوها انها ما بتشتغلش معاهم ولا حاجة، وانها كانت صاحبة البيت قبلهم بس قتلت ظابط. واول ما بيرجع السيد جون، مراته بتزعقله وبتقول له انه ما ينفعش يدخل مجرمة للبيت، وان لو روث طلبت تاني انها تيجي او طلبت منه اي مساعدة يرفض على طول، فهو بياخدها على قد عقلها وبيقول لها حاضر. اما كاس فبيقابل ستيف وبيفضل يقول له انه مصمم ياخد حقه من روث، وستيف بيقرر انه يعرف مكان روث فين وبيروح يراقبها في مكان شغلها. وبتكون روث في الوقت ده ما بتعملش اي حاجة غير انها تشتغل طول الوقت، حتى بليك كل ما بيحاول يقرب منها هي بتصد وبتهرب منه. وستيف بيفضل وراها وبيكون عارف المكان اللي هي شغالة فيه، وبيدخل يتكلم معاها وهي بتفكره من ضمن العمال بتوع الخشب، لكن بيسألها أسئلة غريبة زي فين أهلك، انتي متجوزة ولا لأ، وهي بتستغرب كلامه جدا، لكن بتعرفه ان أهلها متوفيين وان الحياة لازم تمشي بوجود أي حد أو من غيره. ولما بتشك في كلامه بتتحجج وبتقول له انها لازم تمشي دلوقتي عشان عندها حاجة مهمة، وهو بيستخبى. ولما بتمشي روث بيدخل بعدها يدور في متعلقاتها وبيشوف صورة كاترين أختها وبيصورها بموبايله. وروث بترجع لبيت الرعاية وبتلاقي كروس مستنيها هناك، وبيعرفها انه عارف انها وكيلة محامي عشان عايزة تشوف اختها، وبيقول لها ان دي حريتها، بس هو مش عايزها تتصدم لان ممكن تكون اختها نفسها هي اللي مش عايزة تشوفها. بس روث بتصمم انها تكمل بحث عن اختها. وبيروح ستيف يقابل كيس اخوه وبيقول له ان هو قرر ينتقم من روث فعلا، وكيس بيسأله ايه اللي خلاك تغير رأيك، فستيف بيقول له انه حس من طريقتها انها مش ندمانة ولا فارق معاها انها قتلت شخص قبل كده، وانه عايز ينتقم منها بس مش فيها هي، لا في اختها، لانه شاف صورتها في شنطة روث وكانت كاتبة عليها انها اغلى ما تملك. وبيفضل بليك يتحايل على روث انها تخرج معاه وهي اخيرا بتوافق، ولما بيخرجوا مع بعض بتحكي له الحقيقة بتاعتها وانها كانت مسجونة. لكن اول ما بيسمع بليك الكلام ده بيتوتر وبيبان انه عاوز يوقف كلام معاها باي طريقة، فبتسيبه روث وبتمشي، وبتفضل طول الطريق تعيط لانها بتكتشف ان مفيش اي حد ممكن يتفهم الماضي بتاعها. وفي نفس الوقت ده بيكون السيد جون بعت رسالة للعيلة اللي متبنية كاترين ان روث اختها عايزة تقابلهم، ووالد كاترين بالتبني بيكون رافض، لكن مامتها بتصمم انهم يوافقوا على المقابلة دي، وده علشان شايفة ان الافضل تكون المقابلة دي معاهم هما احسن ما تكون مع كاترين لوحدها. وبنتهم الصغيرة بتكون سامعة كل حاجة. وفي المصنع بتكون روث شغالة وجون بيكون بيتصل بيها عشان يبلغها باللي حصل، لكن قبل ما ترد عليه واحدة من زمايلها في الشغل بتخبطها خبطة توقعها والتليفون بيتكسر منها. وروث بتكون خمنت
ان بليك عرف كل الناس اللي في المصنع حقيقتها وانها قتلت ضابط، فالكل بقى يكرهها ويتنمروا عليها. وبتفضل روث تشوف شغلها من سكات وبتحاول انها تصلح التليفون لكن ما بيتصلحش. واول ما بتخرج من المصنع بيحاول بليك يتكلم معاها لكن هي بتسيبه وبتمشي، وبتلاقي كروس واقف مستنيها وبيعرفها انه عرف من جون انه قدر يحدد مقابلة مع العيلة اللي متبنية اختها، وبيقول لها ان هو مش موافق على الموضوع ده بس بيعمل كده لانه حاسس بيها. وبيجي يوم المقابلة وبيروح معاها السيد جون، وبيكون اهل كاترين بالتبني حادين قوي مع روث وبيفضلوا يزعقوا معاها وبيعرفوها ان كاترين عايشة حياة سعيدة وانها لو دخلت حياتها دلوقتي هتبوظها لها. فروث بتقول لهم ان مامتهم ماتت وهي بتولد كاترين وهي ربتها من وهي طفلة، وابوهم انتحر بعدها، فاختها بقت كل حياتها. وقالت لهم انها كانت بعتت لها رسائل كتير وهي في السجن. يا ترى كنتوا بتدوها الرسائل دي؟ وبتتعصب عليهم وبتقول لهم انها مش عايزه حاجه غير انها تشوف اختها مش اكتر، فبيسيبوها وبيمشوا. وفي نفس الوقت ده بتكون بنتهم الصغيره في البيت وبتوصل للرسائل اللي كانت روث بتبعتها كل اسبوع لكاترين ومامتها كانت بتخبيها. ولما بتقرا البنت الصغيره الرسائل بتفضل تعيط. وروث بتكون في الشغل وبيجي بليك يتكلم معاها بس هي بترفض الكلام معاه، فبيعرفها ان مش هو اللي قال انها كانت مسجونه، وان واحد من زميلهم شافها مره وهي واقفه مع الضابط كروس وعرف ان عليها مراقبة وهو اللي نشر الخبر في المصنع. وبيعرفها بليك ان هو كمان كان مسجون لانه كان مجرم وقضى المدة بتاعته، وانه لما توتر وحب ينهي المقابلة فده عشان من ضمن القواعد ان ما ينفعش اتنين عليهم مراقبة يكونوا بيتكلموا مع بعض. وهي بتسمع كل الكلام وبتسيبه وبتمشي. وروث بيجيلها تليفون من البنت الصغيرة اللي قدرت انها تجيب رقمها وبتقول لها انها قرت رسائل لاختها، فبتطلب روث انها تقابلها. ولما بيتقابلوا البنت الصغيرة بتقول لها ان كاترين جالها صدمة من وقت الحادثة ومش فاكراها كويس، وبتقول لها كمان ان كاترين عندها درس بيانو وانها هتديها العنوان عشان تقدر تروح تشوفها. وفي الوقت ده بيكون ستيف مراقب روث واخد باله من كل اللي بيحصل، وبيرجع على البيت عشان يقول لكيس اللي هو عارفه، لكن بيتفاجئ ان كيس بيخونه مع مراته وبيفضل يضرب فيه بكل قوته. وبيركب عربيته بسرعة وبيروح ياخد المسدس اللي موجود في درج المكتب بتاع باباه. وروث بتروح بسرعة للمحامي علشان تسأله ان كان ينفع تروح لاختها مكان البيانو او لا، لكن ما بتلاقيهوش، فبتضطر انها تروح له البيت. واول ما مراته بتشوفها بتفضل تزعق لها وبتطردها بره البيت. وبتفضل روث تعيط وبتعرفهم ان الحقيقه محدش عارفها غيرها. فمرات السيد جون بتحس ان في حاجه روث مخبياها وبتطلب منها تقول لها الحقيقه. وبنروح فلاش باك ليوم الحادثه وبتكون روث كانت عماله تهدد الضابط واللي معاه انها معاها سلاح وهتضرب بيه اي حد هيدخل، واختها كانت سامعاها. واختها وقتها كان عندها 6 سنين، فاختها هي اللي خدت السلاح وضربت بيه اول حد داخل من الباب، وبالصدفه كان هو الضابط. وروث خافت لا ياخدوا اختها لسجن الاطفال، فمسكت السلاح وخدت اختها وهربت عشان تثبت التهمه على نفسها. ولما مرات السيد جون بتسمع الكلام ده بتصعب عليها روث جدا وبتاخدها معاها في العربيه عشان توديها للمكان اللي اختها بتاخد فيه درس البيانو. وروث وهي في العربيه بتفتكر اخر ايام قضتها مع اختها واخر يوم شافتها فيه، وانها خدتها وجابت لها وافل وايس كريم وسابتها وراحت بعدها وسلمت نفسها. وبتوصل روث للمكان اللي فيه درس البيانو بتاع اختها، لكن بيجي لها مكالمه قبل ما تدخل من ستيف وبيقول لها انه خطف اختها وانها لازم تروح له المكان اللي هيبعته لها، بس هو بيكون اتلخبط وبدل ما ياخد كاترين خد اختها الصغيره بالتبني. وبتروح روث بسرعه على المكان اللي ستيف قال لها عليه، وبتكون معاها مرات جون. واول ما بتدخل بتشوف ستيف فبتفضل تتكلم معاه وبتعرفه ان قتل ابوه كان غلطه وان ابوه كان طيب جدا. وفي نفس الوقت كاترين بتكون بتعزف البيانو وبتفتكر كل الذكريات المشوشه والاحلام اللي بتحلم بيها لحد ما بتفتكر شكل اختها. وبيجي مكالمه لوالد كاترين بالتبني انه يجي يستلم بنته لانها كانت مخطوفه، وده لان الشرطه بتكون وصلت للمكان اللي ستيف وروث فيه عشان مرات جون بلغت الشرطه وبيكونوا هيقبضوا على روث، لكن الضابط كروس بيعرفهم انها ما عملتش حاجه فما بيقبضوش عليها. لكن روث قبل ما تمشي بتشوف كاترين وهي واقفه قدامها، وبتفضل روث وكاترين يبصوا لبعض من بعيد لحد ما كاترين بتقرب من روث وبتاخدها في حضنها، ووقتها روث بترتاح وبتطمن وبتتبسط. وهنا بيكون خلص فيلمنا النهارده. نتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه، ونشوفكم في فيلم جديد.